السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، كيف حالكم؟ بخير. اليوم مسرور جدا. لماذا؟ لأنها قررت اليوم أن أتكلم باللغة العربية الفصحى. فهذه الفيديو القصير سوف نتكلم فيها عن اللغة العربية، وهل اللغة العربية صعبة أم سهلة، ولماذا نحن نتعلم اللغة العربية. أولا نتحدث عن الأهمية اللغة العربية. الأهمية اللغة العربية كبيرة جدا كما أنتم تعلمون. أولا أن اللغة العربية اللغة الدين. نحن كالمسلمين نحتاج إلى تعليم الدين، ونحتاج إلى القرآن، ونحتاج إلى السنة المطهرة، ونحتاج إلى الحديث. فهذه كلها باللغة العربية الفصحى. فلازم أنت كالمسلم تتعلم اللغة العربية. نعم، لا يوجد في الدنيا شيء سهلا، لكن أنت باستعدادك، أنت باجتهادك ستكون كل أشياء سهلة جدا، وكذلك اللغة العربية. لماذا؟ لأن كلما أنت تريد أن تتعلم اللغة العربية فهذا أحسن لك. لماذا؟ أنت تريد أن تتعلم القرآن، أنت تريد أن تفهم بالآيات القرآن، أنت تريد أن تفهم بتفسير القرآن. فهذه ميزة كبيرة فيك، لأنك تتعلم اللغة العربية. نحن كالبشر كل واحد فينا نخطئ ونصيب. أنا أيضا كلما أتكلم باللغة العربية أخطأ فيه، فهذه ليس المشكلة. فالمشكلة أنك لا تريد أن تتكلم فيها، فهذا عيب فيك يا إخوتي. نحن كالمسلمون نتعلم اللغة العربية لأنها اللغة العربية لغة الإسلامية، وثانيا أنها لغة العالمية تنتشر في كل العالم، في كل الدنيا. كما أن اللغة العربية تنتشر في كل العالم، وكذلك اللغة العربية تنتشر في كل العالم. فلازم أن تتعلم اللغة العربية، وأن اللغة العربية هي أقدم اللغات في العالم، أقدم اللغات في العالم. فلازم يا إخوة وأخواتي في الله تتعلم اللغة العربية. كل واحد تتعلم فيها كلمة. كلما تعلمت وفهمت بكلمة تستخدم هذه الكلمة في جملة، فيكون لك سهلة اللغة العربية. وأشكركم شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا.